في الفيديو اللي فات اتعلمنا مع بعض ازاي نعمل انستول للميني كوندا، وعن طريق الكوندا قدرنا نعمل انفايرمنت جديده على الديسكتوب عندنا. عملنا فولدر اسمه البانداس ديمو موجود على الديسكتوب، وعملنا جواه الانفايرمنت بتاعتنا عن طريق الكوندا، وعملنا انستول للبانداس والجوبيتر لاب جوه الانفايرمنت بتاعتنا. في الفيديو ده بقى هنتعلم مع بعض ايه هو الجوبيتر لاب وازاي نتعامل معاه. طيب دلوقتي مبدئيا خلينا نعمل اكتيفيشن للانفايرمنت بتاعتنا، لان لو خدت بالك هتلاقي هنا الديفولت انفايرمنت هي اللي معمول لها اكتيفيشن في الوقت الحالي. طبعا نقدر بقى زي ما اتعلمنا مع بعض الفيديو اللي فات نستعمل الكوماند اللي هو الكوندا env list. لو ضغطت انتر كده هيعمل لك ليست لكل الانفايرمنتس الموجوده على الجهاز بتاعك حاليا. هتلاقي عندنا الانفايرمنت دي اللي عملناها مع بعض الفيديو اللي فات، والانفايرمنت التانيه دي هي دي الديفولت اللي بتتعمل تلقائيا وانس ان انت عملت انستول للميني كوندا. طبعا نقدر بقى نعمل اكتيفيشن للانفايرمنت بتاعتنا عن طريق الكوندا اكتيفيت، وناخد كده اسم الانفايرمنت بتاعتنا، نعمل لها بيست هنا ونضغط على انتر. هتلاقي الكوندا عمل لك اكتيفيشن للانفايرمنت بتاعتك زي ما انت شايف كده. طبعا تقدر في اي وقت تعمل دي اكتيفيت للانفايرمنت اللي موجوده عن طريق الكوماند ده، نقول كوندا دي اكتيفيت. مش محتاج بقى تحدد اسم الانفايرمنت، هو الكوندا تلقائيا هيروح يشوف ايه الانفايرمنت اللي معمول لها اكتيفيشن في الوقت الحالي ويعمل لها دي اكتيفيت. لو ضغطنا على انتر دلوقتي هتلاقي بالفعل عمل لنا دي اكتيفيشن للانفايرمنت بتاعتنا ورجعنا تاني للبيز. طيب خلينا بقى نرجع تاني نعمل اكتيفيت للانفايرمنت بتاعتنا، ونروح بقى دلوقتي نشغل الجوبيتر لاب بتاعنا. فهنكتب هنا كده جوبيتر سبيس لاب ونضغط على انتر، فهيبدأ بقى دلوقتي يشغل لي الجوبيتر لاب على الويب براوزر. بالفعل هتلاقيه فتح لنا الجوبيتر لاب على البراوزر بتاعك على اللوكال هوست طبعا والبورت 48. هو ده الجوبيتر لاب اللي احنا هنتعامل معاه لغاية نهاية الكورس بتاعنا. الجزء اللي على الشمال ده بنسميه الفايل براوزر، ده عبارة عن ملفات المشروع بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. لو وقفت هنا كده عملت هوفر على الفولدر ده هتلاقيه بيقول لك ان انت جوه الديسكتوب جوه الفولدر اللي اسمه البانداس ديمو. هو ده الفولدر اللي احنا عملناه وعملنا جواه الانفايرمنت بتاعتنا، وطبعا ما فيش دلوقتي غير هو الفولدر ده بس اللي فيه الانفايرمنت. طبعا تقدر تعمل هنا في اي وقت فولدر زي ما انت عايز، عن طريق كده ان انت ممكن تيجي هنا كليك يمين وتعمل نيو فولدر، او عن طريق الزرار ده لو ضغطت عليه هيعمل لك فولدر جديد جوه البروجكت بتاعك. ممكن تسميه مثلا داتا. ممكن بقى الفولدر ده طبعا نحط جواه داتا معينه هنتعامل معاها زي ما هنشوف مع بعض طبعا في الفيديوهات الجايه. طيب ايه تاني ممكن نعمله جوه الفايل براوزر؟ ممكن طبعا عن طريق الزرار ده ان احنا نعمل ابلود لفايل معين او فولدر معين من جهاز الكمبيوتر بتاعنا نحطه جوه البروجكت، ممكن عن طريق الزرار ده. بعد كده الزرار اللي بعده بيعمل ريفرش للفايل براوزر. لو كنت عملت مثلا ابلود او غيرت فايل معين وما سمعش هنا ممكن عن طريق الريفرش يعمل لك ريفرش كده للفايل سيستم بتاعك. الزرار اللي بعده كده ده بيعمل فلتريشن، لو انت عايز مثلا تدور على حاجه معينه جوه البروجكت بتاعك ممكن تكتبها هنا مثلا، فيبتدي هو يفلتر لك الملفات بتاع المشروع، يجيب لك الفايلز او الفولدرز بتماتش الكلام اللي انت بتكتبه هنا او الكلمه اللي انت بتدور عليها. الجزء اللي في النص ده اسمه اللونشر، بيبقى عباره عن كل التولز اللي انت ممكن تستعملها جوه الجوبيتر لاب. زي ايه؟ مثلا احنا عايزين نعمل نوت بوك جديد، فممكن عن طريق اللونشر هنا نضغط على النوت بوك ده فيعمل لك نوت بوك جديد. احنا هنتكلم على ايه هو النوت بوك كمان شويه، فخلينا دلوقتي من النوت بوك. ولكن مثلا ممكن نشوف حاجه تانية، مثلا لو انت عايز تفتح الكونسول او تعمل كونسول جديد جوه الجوبيتر لاب بحيث ما تضطرش تخرج من الجوبيتر لاب بتروح لجهاز الكمبيوتر بتاعك، فتقدر تفتح الكونسول بتاعك هنا من خلال الجوبيتر لاب. فلو ضغطنا هنا مثلا كده فيفتح لك الكونسول جوه الجوبيتر لاب نفسه. طبعا الكونسول ده جوه البايثون، طبعا ده البايثون انفايرمنت كانك بالظبط رحت جوه التيرمينال بتاعك. طبعا هنروح نعمل تابه جديده، طبعا لازم البروسيس بتاعت الجوبيتر لاب تفضل شغاله هنا ما تعملهاش كلوز علشان يفضل الجوبيتر لاب شغال. فلذلك انا عملت تاب جديده هنا جوه التيرمينال، كانك بالظبط هنا مثلا كتبت البايثون 3 وضغطت انتر فبيفتح لك الكونسول جوه البايثون 3. فتقدر بقى طبعا هنا تكتب اي كود بايثون زي ما انت عايز، لكن مثلا حاجه زي كده وتضغط على انتر فيطبع لك كلمه هلو. هي نفس الفكره بالظبط بنعملها جوه الجوبيتر لاب. فلو رجعت تاني للجوبيتر لاب هو نفس الفكره، هنا الكونسول هنا اي حاجه هتكتبها هتبقى بايثون كود هتتنفذ على طول. فلو كتبت مثلا 3 زائد 4 طبعا الكود هنا بيتكتب جوه حاجه اسمها سيل، هنشرح السيل دي بالتفصيل كمان شويه. فنشغل الكود ده ازاي؟ طبعا ممكن نشغله عن طريق الزرار ده
او كان مباشره مثلا نقول 3+5، وممكن عن طريق هنا الشورت كات اللي هو الشيفت انتر، فيبتدي برضو ينفذ لك الكود. تقدر برضو تكتب اي كود بايثون زي ما انت عايز، برضو شيفت انتر فيبتدي ينفذ لك الكود بتاعك. هو ده الكونسول بتاع البايثون، فممكن تستعمله هنا جوه الجوبيتر لاب لو انت احتاجته، مفيش اي مشكله خالص. طيب انا دلوقتي مش محتاج الكونسول، فهقفل كده الكونسول من هنا. ممكن برضو تفتح من خلال الجوبيتر لاب، تفتح التيرمينال بتاع الجهاز بتاعك. برضو هو الفكره ان الجوبيتر لاب هو مش عايزك تخرج بره اللاب ده، بحيث ان هو كانه كده معمل صغير فيه كل التولز اللي انت محتاجها. انت مش محتاج تروح لجهاز الكمبيوتر بتاعك علشان تعمل اي حاجه. فلو عايز التيرمينال بتاع جهاز الكمبيوتر ممكن عن طريق الجوبيتر لاب تفتحه. فلو ضغطت هنا كده على التيرمينال هتلاقيه بيفتح لك التيرمينال بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك. بالفعل هتلاقيه فتح لك التيرمينال بتاعك جوه البروجكت اللي انت فيه اللي هو البانداس ديمو. تقدر بقى طبعا تستعمل اي كوماند جوه التيرمينال كانك على جهاز الكمبيوتر بالظبط. ولكن مثلا عايز اعرف الفيرجن بتاعه الكوندا، فاقدر اقول كوندا داش داش فيرجن، هتلاقيه طبعا بيرجع لك الفيرجن بتاعه الكوندا. تقدر برضو تقول مثلا كوندا اي ان في ليست، كانك جوه التيرمينال بالظبط بتاع جهاز الكمبيوتر، فيرجع لك كل الانفايرمنت الموجود على جهاز الكمبيوتر بتاعك وهكذا. احنا برضو مش محتاجين دلوقتي التيرمينال، فهنقفل التيرمينال ده. تقدر برضو بقى تعمل هنا تكست فايل، مارك داون فايل، تقدر تعمل بايثون فايل عادي جدا بالبايثون. يعني لو ضغطنا هنا كده على الفايل ده فهيعمل لك هنا جوه البروجكت بتاعك فايل جديد .py بايثون. طبعا نقدر هنا كده كليك اليمين على الفايل، نعمل له رينيم ونسميه مثلا تيست، ونضغط على انتر فبقى عندك فايل بايثون. نقدر هنا نكتب اي كود بايثون مثلا، وليكن خلينا مثلا ممكن نعمل person، نعمل ديكشنري كده سريع. بعد كده عايزين نعمل مثلا print للديكشنري ده، هنقول print person بالشكل ده. كده عملنا فايل، هنفترض ان ده السكريبت بتاعنا جوه فايل اسمه test.py. عايزين نشغله برضو، انت مش محتاج تروح لجهاز الكمبيوتر، ببساطة ممكن تقفل الفايل ده فتروح لللونشر، نفتح الكونسول او نفتح التيرمينال. هيفتح لنا طبعا التيرمينال جوه البروجكت بتاعنا. لو جينا هنا عملنا ls كده هتلاقي الفايل اهو اللي احنا لسه عاملينه اللي هو test.py. نقدر بقى نقول بايثون سبيس test.py عشان نشغل الفايل ده. هتلاقيه بالفعل شغله لنا وطبع لنا الديكشنري في الكونسول زي ما انت شايف قدامك كده. خلاص نقفل التيرمينال، مش محتاجينه تاني. كده عرفنا اللونشر ده احنا ممكن نعمل بيه ايه بالظبط، او ممكن نستفاد منه ازاي. في حاجه مهمه قبل ما نروح للنوت بوك. طبعا انا زي ما قلت لك ان جوه الجوبيتر لاب المسؤول عن تشغيل الكود هو البايثون. ففي بروسيس شغاله في الباك جراوند اسمها البايثون كيرنل. الكيرنل دي هي البروسيس اللي شغاله في الباك جراوند، بتعمل لك رن للكود اللي انت بتكتبه هنا جوه الجوبيتر لاب. احنا هنا جوه الفايل براوزر، التابه اللي تحتها على طول لو وقفت عليها كده هتلاقي بيقول لك الرننج تيرمينالز، التيرمينالز اللي شغاله، والكيرنل. الكيرنل هي البروسيس اللي شغاله في الباك جراوند اللي بتعمل لك رن للكود اللي انت بتكتبه. طبعا احنا بنكتب هنا بايثون، فالكيرنل هي بايثون كيرنل. فلو ضغطنا كده على التابه دي هتلاقي عندك هنا تابات كتير، زي مثلا اول حاجه هنا الاوبن تابس، ايه التابات اللي مفتوحه حاليا. طبعا ما فيش غير اللونشر. التابه اللي بعد كده هي الكيرنل، ممكن نكبر ده كده شويه. هتلاقي عندك طبعا ان الكيرنل اللي شغاله هي البايثون 3 اللي اي بي واي كيرنل، هي دي البروسيس اللي شغاله في الباك جراوند اللي بتعمل رن او تكسكيوت الكود اللي انت بتكتبه. طبعا انت كنت فاتح هنا كونسول، فبالتالي هو موجود جوه الكيرنل. انت قفلت الكونسول من هنا ولكن بيفضل موجود في الباك جراوند شغال. الكيرنل شغاله في الباك جراوند بتبروسيس الكونسول ده. فطبعا اتاكد ان انت بتيجي هنا كده عند الكيرنل بتعمل شات داون اول لكل الفايلات اللي شغاله او اللي بتشغلها الكيرنل، علشان طبعا ما تعملش لود على الميموري بتاعت جهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب برضو نفس الفكره جوه التيرمينال، احنا هنا كنا فاتحين اكتر من تيرمينال، فتاكد برضو ان انت بعد ما بتقفل التيرمينال من هنا ان انت تروح تعمل شات داون للتيرمينال برضو علشان ما تفضلش شغاله في الباك جراوند وبتعمل لود على الميموري. طيب نرجع تاني للفايل براوزر. احنا كده عرفنا تقريبا كل حاجه موجوده في اللونشر ما عدا طبعا النوت بوك. تعالى كده نعمل نوت بوك جديده ونفهم ايه هو النوت بوك وايه الفرق ما بينه وما بين البايثون فايل. لو ضغطت هنا كده على النوت بوك، بالمناسبة يعني من غير اللونشر كان ممكن تيجي هنا جوه الفايل براوزر وتعمل كليك يمين وتختار نيو نوت بوك، هيعمل لك برضو نوت بوك جديد لو انت يعني مش عايز تعمله عن طريق اللونشر. طيب تعالى نعمل له رينيم كده، نسميه مثلا ديمو. الملاحظة الأولى بقى اللي انت ممكن تاخد بالك منها ان الاكستنشن بتاع الفايل بيبقى IPYNB اللي هو اي بايثون نوت بوك، ده الاكستنشن بتاع النوت بوك. طيب هو ايه الفرق ما بين النوت بوك والبايثون فايل العادي؟
في البايثون فايل زي ما انت شايف كده الفايل اللي احنا عملناه من شويه ده بيبقى عباره عن سكريبت فايل كامل. اما بتيجي تعمل له ران طبعا بتعمل له ران من فوق لتحت، والسكريبت كله بيتعمل له ران مره واحده. ولكن في النوت بوك الموضوع مختلف شويه. النوت بوك بيقسم لك الكود بتاعك لاجزاء صغيره، كل جزء بنسميه سيل، بحيث ان انت الكود بتاعك بيتقسم لسيلز، مجموعه من السيلز تقدر تعمل ران لاي جزء منه في اي وقت زي ما انت عايز. مش محتاج بقى ان انت تعمل ران للسكريبت كله، كل ما تغير في جزء صغير من الكود بتبقى محتاج ان انت تعمل ران للفايل كله. النوت بوك قال لك لا، انت الكود بتاعك هيكون متقسم لاجزاء صغيره، كل جزء هيبقى موجود جوه حاجه اسمها السيل، تقدر تعمل السيل ديت ران زي ما انت عايز في اي وقت، مش محتاج تعمل ران للكود كله مره واحده. طيب هل دي بس الميزه الوحيده؟ لا، الميزه التانيه ان انت كل جزء انت هتكتبه بتعمل له ران، الاوتبوت بتاعه بيظهر تحت السيل مباشره. على عكس مثلا الفايل بتاع البايثون العادي، لما كتبنا هنا الكود عشان اعمل ران للكود ده واشوف الاوتبوت بتاعه، احتاجنا طبعا ان احنا نروح للكونسول ونعمل ران للبايثون فايل فنشوف الاوتبوت بتاعنا جوه الكونسول. ولكن في النوت بوك الاوتبوت بتاع كل سيل او بتاع كل جزء من الكود بيظهر تحت السيل مباشرة. زي ايه؟ طبعا احنا هنشرح السيل بتفاصيل اكتر كمان شوية، ولكن خلينا دلوقتي مؤقتا نجرب كده. نكتب مثلا كود بايثون، هاجي مثلا هنا اكتب print، عايز اعمل ران للجزء ده من الكود او السيل دي، اقدر عن طريق الزرار ده اضغط هنا على الزرار ده اعمل ران للسيل دي، او برضو الشورت كات اللي عايزك بقى تتعود عليه وهو الشيفت انتر. هتلاقي بالفعل عمل لك ران للسيل دي، والاوتبوت بتاعها ظهر تحت السيل مباشره زي ما انت شايف كده. عايز اعمل مثلا حاجه تانية مثلا، وليكن اقول print، برضه اعمل لها شيفت انتر عشان اعمل لها رن، هتلاقي برضه الاوتبوت بتاعها تحت السيل. طيب دلوقتي افرض مثلا ان انا عايز اعدل على اول سطر ده، البرنت دي عايز اعدل فيها حاجه. لو انت في بايثون فايل عادي بعد ما تعدل على السطر ده هتضطر تعمل رن فيعمل لك رن للفايل كله. ولكن هنا في النوت بوك انا اقدر بقى هنا مثلا اقول بدل تيست اقول مثلا تيستنج، انا غيرت حاجه في السيل دي اقدر اعمل لها هي لوحدها بس رن، شيفت انتر فتعمل لك رن للسيل دي بس، وباقي الكود بتاعك بيفضل زي ما هو من غير اي مشكله. حاجه كمان، لو كان الاوتبوت بتاع اي سيل كان عباره عن مثلا تيبل او تشارت او جراف او اي حاجه من الحاجات دي زي ما هنشوف مع بعض في الكورس، برضو بتلاقي الاوتبوت بتاعك بيظهر في نفس المكان، مش هيفتح لك بقى في ويندو مختلفه او يشتتك او تضطر تروح بقى من الكود للكونسول مش لويندو جديده للكلام ده. لا، كل حاجه هنا بتظهر قدامك. فهو طبعا بتبقى تجربه جميله جدا خصوصا في مجال الداتا ساينس والماشين ليرنينج والاي اي. هتلاقي طبعا معظم الناس بتستعمل النوت بوك في الكلام ده. طيب هنفترض بقى ان احنا دلوقتي خلصنا خلاص شغل على النوت بوك واتاكدنا خلاص من الكود شغال، كل جزء شغال والامور كلها تمام. وقتها بقى طبعا بنقدر نعمل سيف للفايل ونرجع نحوله بقى لبايثون علشان نعمل له ديبلوي او عشان نسلمه او نشوف احنا عايزين نعمل ايه بالفايل ده. طيب بنحوله ازاي لبايثون؟ طبعا بتيجي هنا كده جوه الجوبيتر لاب عند الفايل، فبتضغط على فايل، بعد كده بتروح هنا تعمل سيف اند اكسبورت النوت بوك از، تختار من هنا الاكسكيوتابل سكريبت، هيعمل لك داونلود للنوت بوك ده على الجهاز بتاعك طبعا بعد ما يحوله لك لبايثون فايل. فلو رحت طبعا دلوقتي على الداونلود فولدر هتلاقيه بالفعل نزل لك الفايل بنفس الاسم بالظبط الديمو ولكن .py. تعالى كده نفتحه مثلا بالفي اس كود، هتلاقي بالفعل نفس الكود اللي انت كتبته بالظبط في الجوبيتر نوت بوك، هو نفس الكود ولكن دلوقتي اتحول ل .py ملف بايثون عادي جدا. سيبك بقى طبعا من الكومنتس ديت هنتكلم عنها كمان شويه، وهي في النهايه برضو كومنتس يعني ممكن تقدر تمسحها مش هتاثر معاك في حاجه، ولكن الفايل في النهايه اتحول لبايثون فايل تقدر بقى تسلمه او تعمل له ديبلوي او زي ما انت عايز. يبقى اثناء التجربه والتحليل وانك عايز تجرب كود او عايز تجرب جزء من الكود والشغل والتدريب والكلام ده كله، احنا بنستعمل الجوبيتر نوت بوك. وونس ان احنا خلصنا وامورنا كلها تمام بنحول الفايلات ديت لبايثون وتقدر تسلمها زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله. ولو عايز تسلمها برضو كنوت بوك برضو تقدر تسلمها حسب بقى انت عايز تعمل ايه. طيب تعالى بقى مع بعض كده نرجع نتكلم تاني عن السيلز ديت عشان دي مهمه جدا بقى اللي هنكمل بيها باقي الكورس بتاعنا. فخلينا بقى نقفل التست .py ده مش محتاجينه، وتعالى بقى كده نمسح السيلز دي. كده احنا عندنا النوت بوك ده فاضي ما فيهوش اي حاجه. طيب احنا اتفقنا ان الكود بيتقسم لمجموعه من السيلز. مبدئيا العلامه الزرقاء ديت اللي جنب السيل معنى كده ان انت واقف عند السيل دي. لو جيت تحت السيل كده عملت هوفر هتلاقيه بيقول لك كليك تو اد سيل، يعني اضغط هنا عشان تضيف سيل جديده. عملنا سيل جديده فهتلاقي العلامه الزرقاء عند السيل دي معنى كده ان انت واقف عند السيل دي.
طب انا عايز ارجع للسيل الاولانيه، ممكن عن طريق السهم كده اطلع بالسهم فوق يطلعني للسيل اللي فوق، انزل بالسهم ينزلني للسيل اللي تحت، او عن طريق برضو الكليك ممكن اضغط هنا كده فوديني للسيل دي، لو ضغطت تحت هنروح للسيل التانيه. طب فمهم جدا تبقى عارف انت واقف عند انهي سيل بالظبط عشان تعرف انت هتشغل اي جزء بالظبط من الكود بتاعك. طب خلينا نفترض ان احنا عند السيل التانيه دي، وانا عايز بقى دلوقتي اكتب حاجه. قبل ما تضغط كده جوه السيل عشان تكتب حاجه جواها، لو خدت بالك هتلاقي تحت كده في حاجه اسمها المود ومكتوب الكوماند مود. كوماند مود يعني انت لسه مش هتكتب حاجه جوه السيل دلوقتي، انت جوه الكوماند مود، يعني انت مثلا عايز تحرك السيل من مكان لمكان تانيه، عايز تعمل سيل تانيه تحتها او فوقها، او عايز تمسحها او ما الى ذلك، زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه. ولكن مجرد ان انت بتضغط جوه السيل فالمود بيتحول للايديت مود، يعني انت دلوقتي جوه الايديت مود، يعني تقدر تكتب حاجه جوه السيل. كل سيل قدامنا لها تايب معين، هتلاقي هنا كده في دروب داون، لو وقفت عليها هيقول لك سيلكت ذا سيل تايب، اختار نوع السيل. هو باي ديفولت طبعا بيكون كود، فممكن هنا نكتب اي حاجه لها علاقه بالبايثون او كود بايثون، فممكن نقول مثلا هلو بايثون. ده كده عباره عن كود. طب نشغل السيل ازاي؟ زي ما قلنا بقى عن طريق الزرار ده، او الاختصار اللي انا عايزك تتعود عليه اللي هو الشيفت انتر، فيعمل لك رن او اكسكيوت للسيل دي، وتلاقي الاوتبوت بتاعها تحت زي ما انت شايف كده. طيب ايه تاني تايب تاني من السيل؟ خلينا مثلا السيل الاولى دي، انا مش عايز السيل دي تكون كود، انا عايز السيل دي تكون زي كومنت كده، اكتب مثلا كومنت يوصف الكود اللي بعد كده هيكون عباره عن ايه بالظبط وبيعمل ايه. فوقتها طبعا وانت جوه السيل في الايديت مود تقدر تروح هنا للدروب داون وتختار مارك داون، فكده اصبحت السيل دي التايب بتاعها مارك داون. مارك داون يعني انت هتكتب كومنت بلغه المارك داون. المارك داون اللي ما يعرفش هي لغه شبيهه بالاتش تي ام ال، بتخليك تقدر طبعا تكتب التكست بتاعك او الكومنت بتاعك، ولكن بفورمات معين، تخليه مثلا بولد، تخليه مثلا الفونت بتاعه كبير شويه او صغير، تعمل ليست وهكذا. تعالى مثلا ناخد كده كام مثال للمارك داون عشان نفهم الفكره. هنفترض مثلا ان انا عايز اعمل هيدر مثلا، هكتب جواه تايتل، محتاج التايتل ده يكون بفونت كبير، فبدل ما استعمل HTML واعمل H1 element والكلام ده، اقدر عن طريق المارك داون مثلا ان انا اعمل هاش، بعد كده سبيس، واقول مثلا this is title، اجي برضه اعمل شيفت انتر للسيل دي، فهتلاقي عامل لك التايتل بفونت كبير كده هو شبيه بالظبط بال H1 الموجود في ال HTML. طيب خلينا ندخل تاني جوه السيل كده واضغط على انتر. خد بالك انت كل ما بتضغط على انتر السيل طبعا مش هتشتغل، السيل بتشتغل اما عن طريق الزرار ده زي ما قلنا، او عن طريق الشورت كات اللي هو شيفت انتر. طيب خلينا مثلا عايزين نعمل حاجه زي ال H2، فممكن ناخد مثلا نفس التايتل ده وقبله بنعمل هاش 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 هاش، فكده هيعمل لك H2. طيب ممكن مثلا 3 هاش اكنه بالظبط بيعمل لك H3 وهكذا بقى. فلو جيت دلوقتي عملت اكسكيوت للسيل دي، هتلاقي بالفعل عمل لك زي H1 H2 H3 H4 H5 زي ال HTML بالظبط. عايز مثلا دلوقتي اعمل سيل تانية تحت السيل ديت واعمل حاجه تانية بالمارك داون. خد بالك لو انت على الكوماند مود تقدر تستعمل الشورت كات زي البي، لو ضغطت على بي يعمل لك سيل تحت السيل دي، فلو عملت كده بي هتلاقيه عمل لك سيل تحتها. طب انا مثلا عايز اطلع تاني للسيل دي وعايز اعمل سيل فوقها، انت جوه الكوماند مود فتقدر عن طريق شورت كات اللي هو الاي يعمل لك سيل اباف، سيل فوق السيل دي. طب لو انت جوه السيل نفسها، يعني انا دلوقتي جوه المود اديت، وقتها ما اقدرش بقى استعمل الشورت كات ان انا اعمل سيل فوق واعمل سيل تحت، ولكن ممكن استعمل الزراير اللي هنا. يعني مثلا لو ضغطت على الزرار ده هتلاقيه هيعمل لك انسيرت للسيل فوق، ولو نزلت تاني كده وضغطت على الزرار ده هتلاقيه بيعمل لك سيل تحت السيل ديت. يبقى ممكن عن طريق الزراير دي او عن طريق الشورت كات، ولكن لو هتستعمل الشورت كات فتاكد ان انت جوه الكوماند مود. طيب هنعمل تاني اكسكيوت للسيل دي، وخلينا مثلا نعمل حاجه تاني دلوقتي في المارك داون. طبعا احنا هنا جوه السيل دي، تاكد برضو ان انت تروح هنا تغير التايب تخليه مارك داون، ومثلا عايزين نجرب نعمل تكست معين بولد. خلينا في الاول نكتب مثلا نقول this is normal text. بعد كده عايز مثلا التكست تاني نفس التكست بالظبط ولكن يكون بولد، اقدر عن طريق المارك داون اعمل ستار ستار، بعد كده التكست بتاعي وارجع تاني اقفل بستار ستار، هتلاقيه عمل لك التكست بتاعك بولد. فنجرب دلوقتي نيجي نشغل السيل، هتلاقيه بالفعل ده النورمال تكست وده البولد تكست. طيب تعالى مثلا نعمل ليست، برضو انت جوه السيل اتاكد ان انت بتروح تغير تسويتش للمارك داون. عايز اعمل ليست اقول مثلا هنا ايه، خلينا نعمل كده هيدر H3 مثلا، واقول
my favorite lengths. بعد كده اضغط على الانتر وعايز بقى اعمل ليست، فاقدر عن طريق الداش او الداش مثلا او الراست مثلا جافا بايثون جو مثلا، يعني اعمل شيفت انتر هتلاقي بالفعل عمل لنا ليست زي ما انت شايف كده unordered ليست غير مرقمه. طب انا عايز اعمل ليست مرقمه تحت السيل دي، انا هنا واقف عند السيل دي وانا في الكوماند مود اقدر اضغط على بي فيعمل لك سيل تحتها وادخل جوه السيل دي. ما تنساش تعمل سويتش او تغير من الكود للمارك داون. بالمناسبه لو انت واقف عند السيل ديت وعايز جوه الايديت مود وعايز تروح للكوماند مود، تقدر تضغط على سكيب هيحولك للكوماند مود. انت دلوقتي واقف عند السيل ديت وجوه الكوماند مود وعايز تغير التايب بتاع السيل من الكود لمارك داون، تقدر مباشره تضغط على ام هتلاقيه يحول لك التايب بتاع السيل لمارك داون. عايز مثلا دلوقتي اعمل ليست اوردرد ليست، يعني ليست مرقمه، اقدر اعملها عن طريق مثلا اقول واحد دوت واقول مثلا 1 بعد كده مثلا 2 بعد كده مثلا 3 وهكذا، شيفت انتر عشان اعمل رن للسيل دي هتلاقي عمل لك الليست مرقمه بالشكل ده. دي كده كانت نظره سريعه عن المارك داون وفكره السيلز والكود بتاعك متقسم لسيل. طيب فاضل انا اعرف بس لو انا عايز امسح سيل معينه، انا مثلا عندي الاثنين سيلز اللي فوق دول انا مش محتاجهم عايز امسحهم، اقدر طبعا اجي هنا كده اضغط كليك كده عشان يوقفني عند السيل دي وانا عايز امسحها. لو انت عند الكوماند مود تقدر شورت كات دبل دي يمسح لك السيل دي. طيب انا مثلا جوه السيل ديت جوه الايديت مود وعايز امسحها، تقدر وقتها برضو تقدر تضغط على الزرار ده بتاع الديليت سيل فيمسح لك السيل دي تماما. برضو السيل الاخيره ديت انا مش محتاجها، انا هنا جوه الايديت مود اقدر اضغط على سكيب يحولني للكوماند مود، وقتها استعمل الشورت كات اللي هو اسمه دي فيمسح لك السيل دي، وهكذا بقى تقدر تمسح باقي السيلز اللي موجود عندك بالشكل ده. لو انت حاسس ان في حاجات وقعت منك او في حاجات انت ما فهمتهاش قوي، احنا بدايه بقى من الفيديو الجاي هنبدا نشرح البانداز وهنتعامل كتير جدا مع النوت بوك، ومع الوقت هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا وهتحفظ كل الشورت كاتس دي. فهنكمل مع بعض الفيديو الجاي ونبتدي بقى نشرح البانداز.